سامعين من يقولون أهم مرحلة بالعمر هو السادس، لذلك أنا سويت لكم هاي السلسلة الخامس نحو السادس. خلال هاي 10 أيام إحنا نكمل بيها الشغلات الأساسية اللي أنتوا لازم تكونون على علم بيها. اليوم 25/4 حلقتنا إنه هي شلون نختار المدرس، سواء أنتوا مدرسكم على اليوتيوب أو مدرسكم على الخصوصي. إذا يوتيوب تكون أسهل، بس حتى إذا بالخصوصي تقدرون تطبقون هاي الطريقة. أول شي على اليوتيوب بديتوا موضوع مثلا القواعد، الاستفهام، 5 محاضرات لنقول، كملتوا هاي المحاضرات زين. انتوا شو مدريكم انتوا فهمتوا لو لا؟ طبعا انا هذا الشيء خطأت بيه، بس هسه انصحكم بيه حتى انتوا ما توقعون نفس الخطأ. يعني مثلا كملتوا فد موضوع معين حيصير عندكم كمية من المادة، تروحون تفتحون الوزاريات مالته، بس تكونوا انتوا شنو قاريهن، مو بس ماخذين بالخصوصي او بس باليوتيوب، لا تكونون قاريهن. تروحون تفتحون الوزاريات، مثلا برنامج جديد عندهم هو يضيفون هاي مالت على كل موضوع اسئلة الوزارية، لكم سؤال تحلوه بعدين يلا تطلع لكم جواب. عرفتوا تحلون؟ خير على خير، انتوا صح وماشيين صح. شاكين انتوا بالاستاذ مالتكم انه انتوا ما تفهمون صح، رغم هذا انتوا قريتوا وحاولتوا ورحتوا على الوزارات لقيتوا نفسكم ما ما يفيدكم، او ممكن هو كلش ذكي بس انتوا ما توصل لكم الفكره منه، فشنو تغيروا. زين هسه تقولون احنا بالخصوصي وشلون باليوتيوب والله سهل يغير، لا بالخصوصي هم هيك. انت عندك تجريبي، تقعد تجرب الاستاذ اسبوع اسبوعين، مو قبل يعني تمام تطي ولو فلوس. لازم تجرب الأستاذ، شوف نفسك تفهم عليه، طريقته بالشرح مريحة، يخلي الطالب يسأل براحته، تستفادون منه معلوماته. لو هيجي انتوا قولوا أساتذة، لأن انتوا أول شيء هاي مسؤولية أهلكم، انتوا انطيتوا فلوس، وحتى لو انتوا ما منطين فلوس على اليوتيوب فهذا تعبكم يعني مو ما تضيعوه. فمن البداية اختاروا المدرس الصح، وإن شاء الله دائما تختارون الصح ولا تمشون ورا الهبة، مو كل هبة يعني هو صح، لا.